سنة 1919 في مدينة اسمها دلهي في الهند انتشرت أفاعي الكبرى بشكل مريب جدا. أفاعي الكبرى معروفة بسميتها الشديدة وقدرتها على البقاء والتكاثر تحت أي ظروف، وده اللي خلى المستوطنين الإنجليز في حالة رعب رهيبة. ساعتها قيادات الاحتلال الإنجليزي رصدت مكافآت مالية كبيرة جدا، كل شخص هيقدر يصطاد أفعى ويقتلها ويسلمهم جلدها. ودي الفكرة اللي جات لهم عشان يقدروا يحاربوا انتشارها. وفي الأول الفكرة بدت كأنها فكرة ناجحة وذكية جدا كمان. الفكرة نجحت جدا وتحول أهل المدينة لصيادين محترفين. عجبهم جدا موضوع المكافآت اللي بدأوا ياخدوها مقابل صيد الأفاعي، وبدأوا يشغلوا مخهم عشان ياخدوا مكافآت أكبر أو عدد مرات أكتر. بعد فترة الناس بقت متخصصة في اصطياد الأفاعي وأخدوا عليهم، وحتى بدأوا إن هم يربوهم وبدل ما يقتلوهم أول ما يصطادوهم وياخدوا جلدهم ويسلموه للإنجليز. وبعد فترة الصيادين بدأت تشغل مخها، وبدل ما يسلموا كل الافاعي اللي بيصطادوها لا بقوا يسلموا جزء ويخلوا الجزء التاني يربوه، وما يتكاثر يسلموا جزء منه ويربوا الباقي، وهكذا. بقت شغلانتهم بدل ما بيساعدوا الانجليز في ان هم ينظفوا البلد من الكبرى، لا دول لموها كلها وعملوا مصلحة من ورا الموضوع ولموا مكافآت مالية كبيرة جدا. الموضوع انتشر جدا لدرجة ان بقى فيه مزارع لافاعي الكبرى. كل هدفهم ان هم يشتغلوا الانجليز، وكل فترة صاحب المزرعة ياخد كام أفعى ويموتهم وياخد جلدهم يسلمهم للإنجليز وياخد مكافئته المالية، مع ان الأفاعي دي أصلا ما كانتش منتشرة في الشوارع، لا ده هو مربيها عنده في مزرعته. وصل الخبر للإنجليز اللي فهموا الموضوع، بس للأسف كانوا فهموه متأخر. بعد ما الخبر وصل للإنجليز لغوا كل المكافآت، وبعدها ما بقاش في أي فايدة من تربية الأفاعي، وده اللي حرفيا زاد الطين بلة. كل المزارعين قفلوا المزارع وطلقوا الافاعي في الشوارع، والافاعي رجعت اعدادها اكتر من الاول. زادت اعداد الافاعي تاني في الشوارع، والانجليز ما بقاش قدامهم غير حلين: ضحك عليهم من الهنود وبرضه يشتروا الافاعي اللي هم عارفين انهم اصلا مربيينها، يستنوا لما يتلدغوا واحد واحد من التعابين. الموضوع ده ظهر بعديه مصطلح اسمه تأثير الكبرى، انتشر انتشار واسع في السياسة والاقتصاد والبيزنس كمان. دايما بيتضرب بيه مثال على الحوافز العكسية.